هنا عزيز وهبي غيصرح جميع المغالطات اللي كانت حول مدونة الأسرة، وغادي يبين لهم شنو هما الحوايج اللي ضافوا جداد على هاد المدونة الأسرة. تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرف المعلومة الصحيحة وما تدخلش في أي مغالطات. هو موضوع كل الممتلكات التي كانت قبل الزواج غير قابلة للقسمة، لأن هذيك دارها قبل الزواج. من بعد ما يتزوج خصهم يقرروا واش أموال مشتركة ولا أموال، كل واحد بالأموال ديالو خصهم يقرروها في عقد الزواج. ثانيا، من حيث تكون المرأة جالسة في الدار، تصور المرأة جالسة في الدار وأنت كدير المشاريع وهي كتوفر لك الأكل والنوم وكذا وكذا، خصنا نحسبوا العمل ديالها، لأن العمر ديالها دوزاتو في الخدمة ديالك، خصنا نحددوا هذيك القيمة. وحنا غادي نحدوها وفقا للشروط معقدة شيئا ما، لأنه الآن كاين بحث في هذا الموضوع شنو هي العناصر. ثانيا، ما غاديش نمسوا بالعدالة والإنصاف، غادي نصفوا كل واحد. شركة تلقائية مازال غتنظم. غتنظم مشكل، ندير تنظم الى اخره، ماشي بهذه السرعه اللي كتعتقدوها، تاخذ منها وقت.